ولكن عندي لكم مسابقة جديدة وأتمنى التفاعل فيها، اللي هي كوارع السفير. هذا أيوة، أصحاب الرز حياكم الله، اللي شاركتوا في الرز اشتقنا لكم والله. وينكم ضايعين؟ وين طلعتكم؟ تعبنا وإحنا نستحي بدالكم. ولكن عندي لكم مسابقة جديدة وأتمنى التفاعل فيها، اللي هي كوارع السفير. هذا أيوة، عندي مسابقة كوارع السفير، وإن شاء الله بنبدأ الفعالية فيها إن شاء الله من 1 شوال، عيد الفطر القادم إن شاء الله. وأتمنى تفاعلكم إن شاء الله. والله العظيم إني تواصلت أنا وسفير الشعراء، قلت له يا ولد أنت قائد الحملة والرز باسمك. قال يا ولد لقمة بعز، تمام، ناشفة بعز، ولا ذهب من ذل. لذلك نصيحتي لك، لا تبدي وجهك أنت أمام التواصل الاجتماعي، لأنه مقطعك بينحفظ في منصات التواصل الاجتماعي إلى ولد الولد. بكرة عيالك وعيال عيالك يشاهدون مقطعك وأنت تطاطب رأسك وتذل على شوي حديد. والله لو هي سيارة من ذهب، إذا ما كانت السيارة بعز وشرف ورفعت رأس، ولا لا كان أبوها سيارة. أنا ما أقصد بكلامي الكل، ولكن بعضهم يشهد الله أن احنا استحينا بدالهم، إنهم طلعوا نخوا بذل. وش استفدتوا؟ يا تشيل الشيء برفعة راس، ولا يا أخي لا تسق المقاطع. هذه نصيحتي لكم الحين، وبعد شهر بعد سنة تطلع أي مسابقة تداحم بين الرياقيل بشرف، ولا سكر جوالك ونام، امشي على رجولك، خذ لك سيكل يا رجال. تغرب 20 سنة ولا تطلع تنخ قدام الناس، كلها خبزة ناشف، خبزة وماء. ولا تفكر ان السيارة راح ترفعك، يعني ما انت وطيت نفسك من نفسك. والإنسان اللي بيصادك ويصاحبك عشان إذا عندك سيارة، هذا ما هو بصاحب، هذا يحترم الحديد ما يحترمك كشخص. لذلك إذا بغيت المجد بشرف وعز، خلي فقر بشرف ولا غناء، وكرامتك مدعوسة. تحياتي.